مستجد حول وضعية مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي مع الجميع بعد مباراة البنين الأخيرة التي انتهت بهدف لصالح المنتخب الوطني دون رد. كانت هناك جلسة مع فوزي القجع رئيس الجميع، لكن قبل ذلك ماذا قال وليد الركراكي بعد نهاية المباراة؟ وليد الركراكي دافع عن حصيلته رفقة المنتخب، حيث أنه شار أنه يعتبر كأفضل مدرب في تاريخ أسود الأطلس بالأرقام والإحصائيات، على أساس أنه فاز 12 مباراة متتالية. وقال الركراكي في الندوة الصحفية أن الفوز ديالو على البنين أو لا على منتخب تونس ما هو إلا استعداد لكأس إفريقيا، ويصرح يقول: أنا أفضل مدرب حاليا في تاريخ المنتخب الوطني، حتى وإن كان رفض البعض لهذا الأمر، لكن الأرقام والإحصائيات كاينة. قال لك فزت ب 12 مباراة متتالية وهذا رقم قياسي. وقال أنه وصلنا إلى نصف نهائي كأس العالم، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ المنتخب المغربي والمنتخبات الأفريقية ككل. حصلنا على المركز الثالث في الألعاب الأولمبية، ونفوز بألقاب على مستوى باقي الفئات العمرية، والمنتخب الأول يسير في الطريق الصحيح. ورفض الركراكي رفضا باتا أن يكون المنتخب الوطني المغربي يعاني هجوميا، كيبرر على أن الأرقام كتبت لنا العكس ديال هذا الشيء هذا، وأنه يتوفر على أفضل خط هجوم في إفريقيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن جميع المنتخبات اللي كتلعب بخطة دفاعية تمكن المنتخب الوطني أنه يفوز عليها. بالنسبة للإحصائيات ديال 12 مباراة فوز على التوالي، مباراة الودية ما عندنا ما نديرو بها نربحو بها كاملين. كأول امتحان تعطى الوليد الركراكي هي كأس إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار، خروج مذل أمام جنوب إفريقيا في المباراة الأخيرة، اللي كان بإمكانه أنه يعطي فترة راحة للاعبين الأساسيين لأننا ضمننا التأهل. لعبنا من أجل أننا نطيحوا ب نربحوا داك الماتش الأخير باش نعطيو فرص الحظ لكوت ديفوار، لكن شفنا النتيجة، خرجنا من باب الواسع من كأس إفريقيا. وليد الركراكي في تصريحاته سواء على ردا على الصحفيين أو الندوات الصحفية يدافع عن نفسه بواحد القوة بواحد الشراسة، بل أنه يوجه الكلام حتى الناس اللي كيكتبوا لي ستاتيو في الفيسبوك. أي واحد يعقب عن وليد الركراكي فهو بالنسبة له عدو للوطن وعدو للمنتخب الوطني، ويشوش ويضع العراقيل إلى غير ذلك. لكن هذا ماشي موضوعنا. الجلسة كانت مع فوزي القجع بعد مباراتي تونس والبنين. الركراكي لا زال في المنتخب الوطني. فوزي القجع يجدد الثقة في الناخب الوطني ومن معه. مدرب فقير تكتيكيا، وهذا الشيء لمسناه في مباراة النيجر أمام بدو الزكي. منتخب النيجر منتخب فقير، إحصائيات قليلة، لاعبين أغلبهم لا يمارسون في الدورات الأوروبية وغير محترفين، لكن بدو الزكي أعطانا درس تقنيا وتكتيكيا، واللي شاهد مباراة البنين غيعرف الفرق، وغيعرف الصورة اللي بان فيها وليد الركراكي في مباراة النيجر، لأن المباراة كتلعب 11-11، والشوط الثاني يكون كيف كنقولوا مباراة المدربين. بدو الزكي تفوق على التلميذ ديالو تكتيكيا، فنيا، كيعرف يديبلاسي اللعب، كيعرف يفك الكرة، وحافظ على الشباك ديالو أكبر مدة ممكنة. مع العلم أننا لعبنا بركائز المنتخب كاملين، لعبنا بحكيم زياش، لعبنا إبراهيم دياز، بوفاء عفوا، مزراوي، حكيمي، أكراد، الرحيمي، الكعبي. دونك مجموعة من اللاعبين اللي لاعب أو لاعبين كيساويو الميزانية ديال منتخب النيجر، سواء ديال كرة القدم ولا حتى ديال وزارة الشغل ديالهم. لكن بالنظافة، الفوز في المباراة الودية لا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح، ماشي بالضروري، هذه قاعدة شادة ماشي كنتمشيو على الطريق الصحيح، لكن هناك خلل. مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي فقير تكتيكيا ولا زال يحتاج إلى كوتش. نسمعوا بعض النقاد الرياضيين اللي كيديروا النقد من أجل النقد، وكاين معلقين أو لا محللين رياضيين كيديروا النقد البناء. هناك أسماء عديدة وتكلموا على هذه القضية هذه.
في المقابل كنشوفوا أن قنوات صفراء يحاربونهم، علاش؟ لأنهم كينقدوا لنا الناخب الوطني، فحال ما نعرف شنو دار لينا. راه قمة المهزلة أننا نخرجوا في أدوار مبكرة في كأس إفريقيا، وحنا اللي احتلينا المركز الرابع عالميًا. عيب وعار أننا نلعبوا مباراة البنين بهذا الشكل التقني هذا، وحنايا كنتكلاساو 11 عالميًا. ليس بالسهل أنك تحتل المركز ال11 عالميًا، ولكن فين هي الإحصائيات؟ الإحصائيات اللي كتكون متوّجة. كأس إفريقيا اللي ما ربحوش المنتخب الوطني المغربي من 1976. شنو ضافوا لينا حنا هاد المباراة الودية هادي اللي غنربحوها؟ ولا هاد 14 الفوز على التوالي ولا 20، نلعبوا 8 فوز على التوالي. ما كيعطينا الخزانة ديالنا حتى شي حاجة. والمشكلة والطامة الكبرى أن كأس إفريقيا لا في المغرب، والصدمة ديال أن ما ناخدوهش أكبر من أننا ما ناخدوش في بلاد منظمة من غير المغرب. وكنشوفوا الفئات العمرية ديال المنتخب الوطني المغربي كاملة بدون استثناء حصيلة جيدة، إحصائيات في المستوى، تتويج يستحق على جميع الفئات العمرية. لكن الصدمة هو أن كأس إفريقيا عندك في بلادك. هذه نقطة. النقطة الثانية، إلا مشينا في هذا المستوى هذا باش لعبنا كونتر تونس ولا كونتر البنين، غنتقبلوا صدمة من دابا. كأس إفريقيا ما غنديوهش. ومباراة البنين وتونس ماشي الدليل الوحيد ولا المعيار الوحيد، كانوا مباريات قبل وبنا بهم ضعاف تكتيكيا. منتخبات فقيرة كرويا، فقيرة تكتيكيا وتقنيا، فشلنا أننا نسجلوا قدامها من غير المهارات الشخصية ديال اللاعبين. في المباراة ديال تونس شفنا الهدف الأول كيف جا عن طريق حكيمي، كرة ثابتة، تضربات، نوع من العشوائية وسط خطوط الدفاع التونسي اللي كيعتبر أقوى دفاع في إفريقيا. سجل حكيمي. في الهدف الثاني كانوا مهارات شخصية، تسلمها سندي، مراوغة صغيرة، مررها الكعبي، سجل الهدف الثاني. لكن فين هي المحاولات الحقيقية؟ المحاولات اللي كنسجلوا بها الأهداف كتبان لك من الخطة ديال المدرب. خطة المدرب ما كتكونش نهائيا. راه البركة باش غاديين غير بالقيمة ديال اللاعبين اللي عندنا. راه عندنا لاعبين من الطراز العالمي، واحد 70 ولا 80%. عندك واحد كيلعب ناجم في أولمبياكوس، عندك نجوم كيلعبوا في الدوري الإنجليزي، عندك لاعب كيلعب في أقوى الأندية الإسبانية، عندك لاعب توج بالكاس، توج بالعصبة، توج بكأس الملك الفرنسي. هناك مشكل في المنتخب، هناك مشكل في التوظيف ديال بعض اللاعبين، هناك مشكل تقني وخطة ديال المدرب منعدمة. يعني أي فوز كنفوزوا في أي مباراة فهي إلا مهارة ديال اللاعبين واجتهاد من عندهم، اجتهاد شخصي. كنقولوا في المباراة في الشوط الأول يكون للاعبين، لكن الشوط الثاني يكون للمدربين. المدرب ديالنا في الشوط الثاني في أي مباراة ما كيعطيناش واحد الإضافة اللي هي كتكون ملموسة، كتقول راه كنلعب بهذه الخطة هذه. المدرب حنا عندنا راه كيلعب مثلًا ب4-3-3 ولا 3-4-3 ولا واللي زايل كيطلعوا والميليو كيرجع. عندنا مشكل في الدفاع، عندنا مشكل في الياميق اللي تسجلوا الفريق ديالو أكثر من 52 هدف وكيحتلوا الصف الثالث ما بعد الأخير. عندك مشكل في وسط الميدان، ما كاينش اللي كيوزع لنا الكرة، أمرابط قلب دفاع أولا وسط اللي كيقطع الكرات ديال الخصم، ولكن الموزع داك الديستريبيتور اللي يعطيني الكرة للمهاجمين ولا للأطراف الجانبية ليزال ما كاينش. إذا ما نكذبوش على راسنا، الفوز ديالنا في كأس إفريقيا إلا كان غيكون غير معجزة وعطم الله عز وجل ولا من الاجتهادات الشخصية ديال اللاعبين. ما إلا عولنا على المدرب فراه ما غنديوش. أنا شخصيًا ما مرشحش أننا نديو كأس إفريقيا، ومتقبل أنا الصدمة من دابا. غنشجعو إلى آخر دقيقة، ولكن في قراراتي نفسي متأكد وكل يقين على أننا ما غنفوزوش بكأس إفريقيا. السلام عليكم.